شلام اللوخن خزيانة مخب جوخا خلقتا بريشتا وديلانيتا عم مالوخا دريشة وزير محمد شيوع السوداني مالوخا أوت إلى البوث صبواثة كويانة مرخلا ين مواثز عورة إلى من الرابي ميقرأ نوفل بهاء شلام الغرابي داخل شلام رابي جاك خيلت مري هاي سباي الحمد لله كل مدي سباي الحمد لله شان بيغ علاقيته سوريتا يوم من اللخقو تبقت ديلانيتا مرخلا لقاء خاص مشينا بقاوخ. بالبداية شكرا رابي جاك الاستضافة، شكرا قناة العراقية السريانية الاستضافة ديو. إن شاء الله بتاوخ ضيوف خفيفين الظل اللوخن إن شاء الله. عزيزة رابي مشارخ لابو قارن رابي ينشو آلة أسئلة ديذا منوخ دخل زي كنا يوثة عراق كنا يوثة دبني عمن كالداية سورياي أطوراية اديوم يوم جو عراق دخل هاشا ين مرخلا واقع دنك ويانا اديوم يوم جو عراق. عزيزي رابي جاك كذت واقع العراق في الفترة الحالية سوراي كل سوراي من مختلف المكونات الأطياف العراقية واقع ما يبى حكومة حقيقة حكومة دولة الرئيس محمد شيوع السوداني إلى مقدوم طلي ولكن كيبا بعد سوراي حقيقة ديو إلى بحاجة إلى مو فقط حملت حكومة حملت منظمات الدولية حملت كل علم أمي لأنه نزيف الهجرة حقيقة لحد الآن مستمر ومجهد للمكون المسيحي كذت يعني يمكن الآن نزيف الهجرة ليل من ديو إلى من فترة طويلة إلى سرايد عراق إلى مهجور إلى دول العالم إلى أوروبا إلى أمريكا إلى أستراليا إلى كندا منذ فترة السبعينات والخمسينات، ولكن بعد 2003 زد لأت فترة بشكل هجرة بشكل كبير وكان عدد الإحصائيات ما يقارب 1.5 مليون مسيحي. الآن انخفض العدد إلى ما يقارب 5 أو 6 ألف يعني انخفاض شهد عدة مراحل خاصة في مرحلة عام 2014 بعد دخول تنظيم داعش إلى مناطق سهل نينوى إلى القرى المسيحية في العراق. بعد هذا النزوح الكبير اللي أصبح إلى أقليم كردستان وإلى مناطق الأخرى جوار العراق وإلى دول أوروبا رجع له خاصة أمل القابل السراي ديا بعد عمليات التحرير. يعني الحكومات السابقة خاصة قمنا بعمليات تحرير مشرك لاب قوي كل أطياف العراقية من مختلف مكونات الشعب العراقي ومحررة المناطق دي محافظة إلى أن انطلق إلى سهل نينوى وممكن محرك أيضا. هذه الجهود ما ممكن أن ننساها للقوات المسلحة بكل أطيافها من أجهزة جهاز مكافحة الإرهاب إلى الحشد الشعبي إلى طيران الجيش إلى الدول العالم اللي كانت داعمة. أصبح أمل للسرايدية السرايدية أنه ترجعي إلى مناطق دي وفعلا منظمات دولية. وأنا كنت جزء من حكومة دكتور عادل عبد المهدي كنت وزير الهجرة والمهجرين وعملنا على إعادة مناطق سهل نينوى المكون المسيحي وأرجعنا عدد كبير من النازحين اللي كانوا في إقليم كردستان وفي المحافظات المختلفة أيضا في بغداد إلى مناطقهم في سهل نينوى. ولكن هذا الدعم ككل الآن نحتاج المكونات تحتاج المكون المسيحي إلى دعم أكبر وأكثر حقيقة. لذلك اليوم حكومة الدكتور سيد محمد شيوع السوداني اتجهت في مختلف الملفات على عدة أصعدة خاصة في ملف إعادة أملاك المسيحيين. يعني أنا يمكن هذه أقولها لأول مرة أول ما استلمت منصب مستشار رئيس وزراء شؤون المكونات والتنوع والتعددية كلفنا دولة الرئيس حقيقة بتشكيل لجنة معنية بإعادة أملاك المسيحيين العراقيين المغتصبة. وهذه اللجنة الآن تمر بمراحل متعددة أهمها تلقي الشكاوي والآن ترأسها إحدى الأخوات المستشارات في مكتب دولة الرئيس وجاري العمل على إعادة عدد كبير من يعني أمزم الغرابي بود
بدانا تتوى وزير تهجرة مهجرين نعم وشكل اخو سعته مرخله لجنه قابود مدعرته قد ديري ناش البثواني ين بنياثه تيلا حرره تنياثه تيلا مخرره من داعش هوايه داعش يعني بياشه لشو الذي ذا الاديم يوما قد مدعرته ناش تيلا بيشه لا ديره هالاديم يوما قد بنياثه دخل اجواج اي اليه مرخله اي ارخه اي شويله قد مدعرته تخيل خيته الناش تيلا بيشه بلكت ناشي هل ديلا ديره بنياثه زي رابي جاك يعني إثوا سوري بلكت إثوا منحى امرخلا منحويته لقى ناشي خك مشقيله لخك من الشقيله ان ما مزيت لي خمدي بدون دي اخر من اخوه بوزاره الهجره والمهجرين إثوا دعم تمكونات خاصه مكونات ولحد الان يعني الوزاره ايضا تقدم الدعم لكل المكونات ولكن المكون المسيحي إثوا خدعم خاص للمكون المسيحي من خلال المنح الماليه من خلال بناء المنازل المهدمه في هذه المناطق مناطق سهل نينوى والحمد لله رجع له عدد كبير من العوائل المسيحيه الى مناطقهم. انا من خلال زياراتي الى محافظه نينوى كما حكي نمد السيد المحافظ وقتها السيد نجم الجبوري والان السيد المحافظ الجديد استاذ عبد القادر انه الاهتمام بهذه المناطق مشاريع يجب ان تتركز في هذه المناطق اعطاء الاولويه لهذه المناطق اضافه الى انه اللجان المكلفين بها هناك لجنه خاصه في موضوع التغيير الديموغرافي مثل كذا رابي جاك كذا كله سراديا انه في تغيير ديموغرافي في مناطقنا في خاصه في الحمدانيه قرقوش وفي برطله من قبل بعض المكونات. انا بين بقرن والخ بدو من دي دزوثه قم سبقت لي كم سبقت لي فاذا تغيير ديموغرافي بسبب يعني زلنا اخني كلجنه معنيه بالتغيير الديموغرافي زلنا بغزايا ان مناطق السراي ومناطق خاصه من المكون الشبكي البزحاف المناطق دي فغزينا اذا قرى شبكيه الى حول مناطق مراكز الاغذيه والنواحي السراي وان قرى الشبكيه ليبا اي خدمات خدمات الماء الكهرباء المدارس في كثير من الخدمات غير متوفره فماكو هذيك لجئي الى داخل مناطق السراي مناطق ديانه السراي دي فكانت الفكره الان ويوخر رفيعه دها الى مجلس الوزراء الى الامانه العامه في مجلس الوزراء لطرح على مجلس الوزراء انه انشاء وحدات اداريه جديده المكون الشبكي تتسحبخ اني قرى ودو دخلها وحده خاصه على مستوى قضاء او ناحيه وتخصص من موضوع انه ببرايه تغيير ديموغرافي الى بزوانه وبشقاله مناطق السراي التواجد المسيحي في تلك المناطق والحمد لله الان الامور تمشي بشكل جيد. بخير دمار كلنا مديانه وكل ان صوراته ينخطط امرخله بجوجي اخذ دباعيتوني ان اخذ باعي ابن عمان. رابي بقار خرينا ورابي الانقايه رابي المهم مودي ان من ديانه ماسه مقروله خكمه ماسه مقدم له خكمه قابني عمان تيلا بليطه من أصري تيلا غزيقة تيلا بيشة توتاوي وأصروات الخراي مهاجرين قد خيا خيتا بديري وشد اسي مؤسسي لخا خيا خيتا خيوثي جو بنياثة تيلا خيا اني من قمثة ين بنياثة اصلا خبي وعراق يعني برأيان ين مؤيث خطط امرخله مستقبليه قدوم من دي وزير رابي جاك يمكن انا خا من سرايد عراق مهجره خارج العراق وعشت بامريكا لما يقارب 15 سنه في امريكا غزيلي مهاجرين الى بليطه يمكن من سبعينات من ستينات من خمسينات قسم مني ثيلا هويلا تام اجيال مختلفه يعني الجيل الثاني والجيل الثالث شيء بعد شيء الى موضوع اثرا بياش مختفوي من عقليه ان اجا الى بثايا مو فقط في امريكا في اوروبا في استراليا في كندا في نفس الحاله البربايه جيل لك هذا يميل العراق لك هذا يميل اثرد العراق لك هذا يميل مناطق سهل نينوى للزيري لك هذه حتى لغه مرات من مرواث مرات حتى لغه نشوثي لكمل بلا لغه دين
سورة ديا لكمل بيلاك فكبيشك محكوي لو انجليزي لو فرنسي لو لشانت اثر لشانت دوكا دي هويلا بكاوه. فانا ولكن بنفس الوقت ايثن سوراي ديا الى تامل لا بالعكس ولدها الى مشجوع الى صيره يمرخ ربيطه باثري ربيط بأثري والى ملوبيه تيلي ان ايثن بلد شمي عراق هذا ايثن محبه داخل دي كيبات زالت خازا اثرو قرا الباك هوم زالت خازا مودي لو مرخله مسنته تشجيع قدونا قد ماصت تشجيع بالضبط. واتن اضافه الى ان عوائل السراي الى موجودين تام الى دول المهجر اتن اصحاب رؤوس اموال اتن كفاءات بشكل كبير كذا اخني كسراي عراق يتميز بالتنوع من كل مختلف المكونات سواء كانوا فسيفساء الى عراق بالضبط. فاني تا عشق تدرجعي الى بلديه تا عشق تخدمي بلديه تا رؤوس اموال كبار مستثمري ببلديه. فلذلك انا توالي مع دوله الرئيس ومقترح والا انه تبايش مؤتمر خاص بالجاليه العراقيه الموجوده في الخارج ويعتبر المؤتمر الاول للجاليه العراقيه الموجوده في الخارج. راح يتبعها مؤتمرات عده لانه الغايه الاساسيه انه نصل الى شيء. مودي لان قايوثه اهميه اول مؤتمر اول وماده امريخ لمؤتمر ين مؤتمرات خينه قسنتا ابن عمان هاويله حكمه تبعات سباي طبعا. اخني كبغ اول شيء استثمار داخل البلد. العراق كذا تقيل ولده المتعطش استثمار واتن سراي عدد كبير مني الى خارج العراق من الاصحاب التا بزنس امد شركات كبرى كبات داثات مستثمري داخل العراق. فمن اهم مواضيع المؤتمر موضوع الاستثمار. ثاني موضوع الكفاءات. اديو اخني تكنولوجيا وعلم بالخارج مراحل متقدمه جدا واخني داخل العراق بحاجه الى هذا التقدم وهذا التكنولوجيا اللي في الخارج والتناشي كفاءات مطيله الى مراحل ليس فقط في الجامعات الكبرى في الخارج انما في المستشفيات وانما في المراكز البحوث العلميه. فالناشئ زي ما ثقل اخذ تاويلا ورش عمل امد وزارات والجهات المعنيه داخل العراق تتاو شولة تمستقبل ان جهات وان مؤسسات العراقيه امد ان كفاءات اضافه الى نقل صوره صحيحه عن الوضع في العراق. معظم ناشد ديا سراي ديا الى خارج العراق ولدها الى متخوفين من الوضع داخل العراق. لا رابقه يا امري اخني ولدها كمري خشفي الى عراق تريل واشتا وشوا عافيه نفس الحاله عبالي ولدها العراق الى تفجيرات خطف قتل طالة تسليب ولدها اذفكره الى قديت تخمنته اذفكره الى تخملته جيبي وايثم مع الاسف دمرخ لايثم بعض الجهات الى مروج فكره سواء كانت جهات داخل العراق او اعلام خارجي اعلام مضلل خارجي كلا ممطوي فكره انه الوضع داخل العراق غير صحيح. فالهدف الاساسي ايضا تداثا اخ ونقل صوره صحيحه عن الوضع على الاقل في بغداد لكمري في بغداد الوضع جدا غير جيد وغير ملائم. على الاقل نقل صوره حقيقيه في الوضع في بغداد. وناش ندخل اخايا هلا والوضع من ناحيه الاستثمار ومن ناحيه الامن كل منديل برخاشه عدل. والحقيقه يعني عندي بدون مدحا انه انا جزء من حكومه او من عمل مع دوله رئيس الوزراء محمد الشاعر السوداني لكن اذكره حقا ايل ببلاغ يعني حقا ايل بجياله خمندي تدراض ناش. لذلك كم قرار حكومه خدمات تتخدمه مو فقط سراي تتخدمه كل الشعب كل ابناء الشعب. رابي بقاره رابع انقايا انا دزوثه قبالي اللي قد بقرنوخ انا بشتن همزومي بوت مهاجرين هنا مرخلا توتاوي باثخ لخه قوانا داخل اثرا مرخلا جو اثرا بخشاوت برأيانوخ انه اقامه اقليم في سهل نينوى إلخا خطوة مهمة ينخفى سعتا أن قيثا قبني عمان قد بيشتيقوا أثرا قد يرتيل أثرا خجا خيتا مودي تخشاو بدون بنو عربي. خسيرة بجاك موضوع إقليم
طال خاصة السراي في أثمر حالة صعب قوي، لأنه مناطق دي إيثن تداخل كبير من مو فقط من سراي، إيثن تداخل كبير من مكونات كبير خلينا هي أخرى، إيثن عرب، إيثن شبك، إيثن تركمان، إيثن يزيدية، إيثن. فمن الصعوبة بدولة إقليم خاص تسراي، خاص سراي دي. أنا مع أنه وجهة نظري أنه تويا هوية صبغة سراي بث منطقة، مع أنه تويا صبغة سراي بث منطقة، ولكن إقليم خاص تسراي فقط لون واحد مختلف عن باقي الألوان المجتمع العراقي، خازنة لا فترة صعبة، وخازنة ممكن مستقبلا بدو أود لنا مشاكل يعني. بغزاية مثلا اقليم كردستان يثن كبيره مشاكل وازمات بين مركز وبين اقليم، لازم ما طال الى وش قلياوي لكل يوم بدن ولو خشته وبيشوف اخني اقليم بايش بين مركز واقليم، يعني لك بايش دوكا ديه ليله لك دوكا صحيحه نشأة اقليم خاص بمكون، لازم تبعد جهه معينه على حساب جهه معينه اخرى. لذلك أنا وجهة نظري أنه دائما سراي وعلى مدى التاريخ ناشي وطنيين كحيبي بلديي وكويل مضحيلة بدماء ديي، يعني سواء كانت بالحروب السابقة بالمراحل السابقة المسيحيين كانوا دائما مع المركز مع العراق قلبا وقالبا، حتى في عمليات التحرير الأخيرة من دنس تنظيم داعش زلي لنا شهداء مسيحيين في كل سنة وفي أخني هم شراب يمرخ لأنه من زونة بني عمان مشي خايب وخسهده إني لمن برمي بلكي تأتي همزة مخلا رابا جاي بلكي يطلت لم يقروث خرابي برمت سميلة وخرثة برمي خينتي لوية جو عراق أخني وخودوخة هماشة قدنا يعني جو أصلا وبيشخ جو أصلا ولخيشة يعني مثل خرايا بلكي دويل أنا من ديانة رابي دقيق مخازيته ولا دقيق مخازيته ولا سخبرت بابا زيارة بابا قد شوثت بابا العراق روخنائيث دقيق مخشويلة سوراي مشي خاي الدوا ملوءة. أول مرة الزيارة وهو زيارة تاريخية بمعنى الكلمة، زيارة تاريخية يعني سرايد عراق لك مهيميني وتاريخ ديزي آث بابا زاير عراق وزاير مناطق ديي وزاير الأور يعني خمندي كل شرابة واو كيانة سراي. هاي أنا بوجهة نظري الدعم كبير من قداسة البابا من حاضرة الفاتيكان كل سرايد إلى العراق، ولكن نفس بعد ذهاب البابا بعد انتهاء الزيارة كان المفروض يكون هنالك بعض الاهتمام في المراكز الدينية خاصة في أور، لأنه هذه في الحقيقة أور هي مركز جذب كبير للمسيحيين خارج العراق، وممكن أن تكون وجهة سياحية كبيرة للمسيحيين، لذلك كان المفروض يكون اهتمام كبير في هذه المنطقة في هذا المكان التاريخي للحج المسيحي. إضافة إلى يكون كانت هناك زيارات إلى سهل نينوى، كان المفروض يكون من المحافظ السابق والمحافظة السابقة يكون اهتمام في بلدات سهل نينوى. يعني الآن أنا أتأمل خير في إن شاء الله في مجلس المحافظة الجديد في محافظة نينوى، والسيد المحافظ خاثل دهي الإثيو تكون هناك اهتمام خاص في بلدات سهل نينوى. لحد الآن رابي جاك إتن بثواث أخري، ولحد الآن إتن مشاريع لا توجد أي مشاريع حقيقية واضحة لدى بلدات سهل نينوى.
فقط كان التركيز في الفترة السابقة في على مركز المحافظة وأمور بسيطة من بناء أمة خلينا خزينا كله أنه هو بركية محافظات تبشلو خررة بشله هماشا إني لا رمادي إني لا تكريت إني لا موصل هماشا بشلو صريفة أنا زوزي أمرخلا بس أخشي قنطور مركز إن دكاني خلينا بشلو بينما بزالخ الأقضية والنواحي بزالخ البلدات خازتا إلى خريوة. لذلك يجب التركيز على هذه المناطق، مناطق سهل نينوى، وخاصة المكون المسيحي، إضافة إلى كبوخ الناشد إلى مهجر خارج العراق، أنه دودخلا مو فقط مؤتمر جالية، دودخلا خمندي تشاوق لا ترجعي إلى مناطق دي، مو فقط موضوع تعيين في وظائف الدولة أو أشياء أخرى، لا فشيء استثمار حقيقي، طمأنينة حقيقية لدى هذا المكون حتى تراجع إلى مناطق دي ولا أثري. صدقني رابي جاك لم هيمنت إنه كل سوراي إلى عيش بالخارج إلى نيخ بيد ديري رابي أنا شمين هم عشان أشي بيد ديري إني قلت أمري أنا بين دير العراق مو ماسن أوذنقو عراق قطوسة يعني إني لبياشة بيثة يعني إن هبيل شو لسبايب أجر بس مودي لأمدي ماسك بالخلة بقاني لقو عراق يعني على سبيل المثال قطوسة مرخلة كفاءات متخرف كم خدش كفاءات أخلي إتلن كبيرة كفاءات بني عمّن يعني بريشايث إني لمن دكاترة إني لمن يعني أني كفاءات قديمة من إعلاميين إلى آخره أن بدع مخلب سنتا إن هو خكمة دخي مو ماصي مقرولة خكمة مرخلة قد ماصي خي خيط بديري ين لا إلا خكمة إن هاوي مشاريع استثمارية ناشا خكمة بأودلو استقطاب ومتولة وشوفاني صحيح قي وخمركوز ده المشاريع الاستثمارية في سهل نينوى ومؤتمر الجالية من جزء من مؤتمر الجالية المشاريع اللي موجودة في سهل نينوى تتاوى تسوراي اديو انا كسوراي اديو بثاي من خارج واتي شركة من زيز آثن بلخن آخر بموصل بدمرخ بموصل بدمرخ ببغداد من زي بلخن زي ماثن سوراي دي ما بلخنا أمي بث شركة بث مشروع تتقيمي تداولها انكم داولها دخل طلي تاع عوائل دي فأي له فكرة حقيقية إنه إنشاء شركات مو فقط الدولة تعين في الدولة ودعم دولة وكراتب بسيط لأنه ده من خازت فرق إلى ماقك شغلي إلى بعياشة ذهب خارج ماقك شغلي وبرجعي آخر بشغلي راتب من دولة it's nothing يعني شيطة بسيط لك يعني صعب ولا مطيلة إلى بعياشة مستوى محدد معين ليه بعد رجعي آخرته إلى العراق وتشغلي راتب $300 أو $200 تيرخى كله. فلذلك كانت الفكرة الأساسية أنه هذه المشاريع اللي تقدم خدمة مو فقط للسوراي كل مكونات الشعب العراقي أنه مساهم سوراي بقاود المشاريع دي وديهن لم ساهمت بمشاريع ولم ساهمت بأثر ديوخ لكاويلوخ دافع ترجعت إلى مناطق فلازم الدوذخ خاصية جذب تسوراي ديلا بالخارج مع شيء ثاني أتمنى عن طريقه وعن طريق قناة السريانية العراقية تتاو خطاب ديني معتدل من رجال الدين السرايديين من رؤساء الطوائف السرايديين أي مناشدة كبن بمط إنه تكل سرايد رجال الدين ورؤساء الطوائف مع جل الاحترام والتقدير تكل إنه إعلاميا يجب أن تبلطخ بشيرخ توحدة السراي توحدة السراي قامت باقي المكونات من الخازة باقي المكونات مشتتين ومختلفين لك لزي هاولا مع الأسف لزي هاولا نظرة بسمته قامت باقي المكونات فأتمنى من رؤساء الطوائف أنه يكون خطاب وكفانا يعني نبش إعلاميا بأسماء وبصفات وأمور لا تصب في مصلحة المكون المسيحي. أصبحت هذه عجلة مشروخة يعني يوميا نفس الكلام ما راح تؤدي إلى فقط إلى جرح تعميق الجرح لدى المكون المسيحي
ودفع هذا المكون الى ترك بلده وهجره. وعلى ما علمه احنا المسيحيين هذا تاريخهم وهذا بلدهم، وساون وسوتاثا الى دفينه بثأرة فاخني قي وخمشتوت اث مكون بامور انا مع كل احترامي لهم، امور انا اسميها عقليه صبيانيه، عقليه صغيره بعيده جدا جدا، راح اقتل عن ما واو سيد المسيح. سيد المسيح هو انسان بسيط، انسان ملابسه ممزقه، اللي يجي له تبرع ينطيه للفقراء، حتى الناس اللي ضربوه قعد معاهم وتكلم معاهم وسامحهم. ولكن احنا اليوم مع الاسف اقولها مو كل رجال الدين، انا مو مع نظريه انه كل رجال الدين هذا خلاف، ولكن بعض من رجال الدين اللي مع الاسف ينظرون الى نفسهم كانما هم بعد الله في الارض. قوم رابخني هم عشان مرخله انه واليثه مرخله تودي ثنايا غريقه الى برستت خبه بين ناشي لان قرت مارني شمشيخه ايوه خبه هم عشان متخرالوا يعني بيقروا حبه وتسامح وايقاره وكل ان صفات كل امر بعدواوخ عدوخ لازماتي سنقتل قارق ما خبت له يعني كل ان صفات تد يعني تاوى بقاود رجل دين مسيحي تد ان صفات تد ولا سرايديا الى ان سرايد الى بيش اخر بعراق. قوم رابي رابي إثوى بقارة مندي البالوخ أنا لم صيلي بقرني قالوخ يعني لثيل البالي مو بيت بقرتها وآتي مباني اللي مجاوب إن شاء الله. أنا بس كبن ممكن رسالة سرايدي إنه مع مختلف الطوائف، إتن 14 طائفة مسيحية في العراق، وكل أن طوائف إتن تقدير واحترام طلي. سواء كتلة بابليون النيابية وباقي الإخوان في بابليون من رئيس الكتلة إلى أصغر شخص في بابليون هم إخوان للمسيحيين، رغبة من عندهم أنه قد ما يستطيعون أن يعملون هم يعملون في خدمة المسيحيين. إضافة إلى الكنائس، اليوم إحنا بدون أن يكون هناك دعم بين الكنائس المسيحية و الكتل المسيحية اللي ممثلة في مجلس النواب وفي الحكومة العراقية ما ممكن أن نخرج في شيء تخدم أبناء المكون المسيحي ويخدم المسيحيين ككل. لذلك رجاء أخوي من شخص يحب هذا البلد ويحب هذا المكون ويرغب أن يكون له الخير في بلده، أن يكون هناك اتفاق ووحدة ما بين كل الكنائس والكتل الممثلة في مجلس النواب وفي الحكومة العراقية، حتى يعملوا كفريق واحد لتقديم أبسط شيء لأبناء المكون، وإيقاف أنا نسميها إيقاف على الأقل هجرة العوائل المسيحية إلى خارج البلد، وإيقاف نزيف هذه الهجرة، لأنه ما لا الحكومة ترغب ولا المجتمعات ولا المكونات الأخرى ترغب أن يكون العراق عبارة عن لون واحد أو طيف واحد بعيد عن باقي المكونات والتنوع اللي كان يعيشه منذ فترة طويلة من تاريخ قديم. قوم رابي هل رابي رابخ من أديم يوم تفقلن ميقروثوخ لخق وقنيت عراقية سوريتا وهل بسيمة رابه هل بتشقلن من دانوخ بلكي تتلوخ بلاطياثة مديانة أخني أديم يوم أشقلن من دانوخ هل بسيمة رابه وبسيمة رابه هذا دخل كل دنا بونايوخ أجوبة طيمانة مرخلة ثمينة رابي بخيل مريا هوين بقياثة خيلة من مهدروتوخ من ميقروثوخ بخيل تعالى. إن شاء الله. شكرا رابي جاك. أشكر الإخوان الجميع، الإخوان الكادر الموجود معنا في قناة السرياني أو القناة العراقية. أشكر من المعدين من كافة الكادر، وإن شاء الله نلتقيكم في مرات قادمة على خير وإلى على حب العراق والمكونات ككل إن شاء الله. بس مرابي بخير مريم خزيانا مخب أخذ غزيلة من أخوان إيوه قلت بقتا ديلا نيتا عم رابي يقرأ أو إلى مالوخة ريشد وزيرة رابي نوف البهاء هل بتهم زملة بضرابة من ديانة أني قاية من ني بيشتد مشي خايق وعيرق وسنتق بيشتيق وعيرق هل باذخ من نوخ خلقياث اثيانه وارخي خاثه بوش مشينا